بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هنعمل الشنطه بطقم جلد، شنطه طقم جلد مدوره. ماشي، وعملناها بخيط السلسله. هي شكل الشنطه بعد ما خلصت. ده عمق الشنطه، ده الظهر، ده الدراع، ده وش الشنطه. تمام. معانا هنا طقم جلد عباره عن وشين، ادي الوش والظهر. ده دراع الشنطه، وده الظهر زي ما انتم شايفين مخرم كده. ده الوش مخرم برضو. معانا بكرة خيط سلسله، وزن البكرة 250 جرام. خيط سلسله حرير، في فتله بتلمع كده اهو، فتله سميكه نوعا ما. تمام كده. اللي هنستعمل مع الشنطه اول حاجه هنعمل الوش والظهر بإبرة رقم 5 ملم. إبرة رقم 5 ملم. ده اللي هو الحف ده بغرز الحشو. في كل غرزة، في كل خرم 2 غرزة حشو. نستعمل إبرة رقم 5، يعني نعمل السطر ده غرز حشو وغرزتين حشو في كل فتحة من الفتحات ديت. نستعمل إبرة رقم 5 ملم. تمام. وهنطلع بجسم الشنطة هنعمل 3 سطور هنا و3 سطور هنا، يعني عمق الشنطه هيبقى 6 سطور. ده عمق الشنطه، هنشتغل فيه الوش 3 سطور والظهر 3 سطور، وهنشتغله بابره رقم 6 ملم. ابره رقم 6 ملم. تمام كده. يبقى احنا الوش والقاعده والظهر هنشتغله بابره رقم 5. وطبعا معانا الولاعه عشان ننضف بيها عشان الخيط ما يتنسرش. اهي الولاعه كده عشان الخيط ما يتنسرش مننا. معانا ابره التنظيف. الابره ديت احنا بنجمع بيها الوجهين ونخيطهم خيط عاديه خالص. لما نخلص نبقى ايه، نشوف احنا هنجمع الشنطه ازاي. نعمل 20 غرزه كده في الاتجاه ده و20 غرزه في الاتجاه ده. تمام. يبقى نشتغل بابره رقم 5 ملم. وقبل ما ابدا الفيديو هسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنشتغل الوجه الاول هو الفلاور ده. ندخل في اي خرم من الخروم دي، ندخل كده بالابره رقم 5، نسحب خيط، نعمل غرزه تثبيت كده. معانا طرف الخيط ده تحت الشغل عشان نداريه. وفي كل عين هنعمل غرزه حشو، يعني اعتبر دي اول غرزه حشو. ندخل في نفس الغرزه ونعمل كمان غرزه حشو. يبقى دي اول واحده خلصت. هندخل في العين الثانيه دي ونعمل معانا خيط البدايه ده تحت الشغل. ندخل كده نسحب خيط ونطلع، وعندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين. دي غرزه حشو. في نفس العين ندخل نعمل غرزه حشو. تمام. الغرزه اللي وراها 2 غرزه حشو. كده بالمنظر ده اهو. هنستمر بهذا النمط لغايه لما نخلص اخر واحده. هنخش في كل واحده نعمل 2 غرزه حشو ونرجع نشوف احنا هنقفل السطر ازاي. كده عملت 2 غرزه حشو في كل خرم من الخروم ديت بتاعت الشنطه اهو لغايه لما وصلت للاخر. دي اخر غرزه، يعني الضلع الامامي والضلع الخلفي. هندخل كده من الضلع الامامي اللي هو في وشي انا، ونسحب الحلقه دي كده، نسحبها. بعد ما سحبت الخيط في الفرونت لوب، طبعا بقص الخيط بالولاعه. تمام. بسحب الخيط. هندخل في الباك لوب بعد ما قصيت الخيط اهو. كده انا خلصت غرز الحشو. وندخل في الباك لوب وبنسحب الخيط كده اهي، ونطلعه من اخر حلقه كده. بشيل الخيط كده عشان برضو يديني نفس الشكل. والخيط ده هدخله ما بين الغرز كده ومثبتاه برضو بالولاعه اهو. وده طرف الخيط. بثبته كده عشان ما يفكش.
بالراحه برضه عشان ايه النار ما تجيش على الجلد. تمام. فاحنا كده خلصنا الوش. هنعمل الظهر بنفس النمط. ندخل برضه بإبرة رقم 5 ونعمل غرز حشو في كل فتحه من الفتحات دي 2 غرزه حشو. نسحب خيط كده زي ما عملنا في الوش، غرزه تثبيت كده نعتبرها اول غرزه حشو. تمام. وندخل برضو جنبها واخدين طرف الخيط ده معانا تحت الشغل، نعمل تاني غرزه حشو. يبقى 2 غرزه حشو في كل عين او في كل خرم من الخرم دي 2 غرزه حشو لغايه نهايه السطر. نعمل 2 غرزه حشو ومعانا طرف الخيط ده تحت الشغل كده اهو. برضو نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، لغايه اخر غرزه، وهنشوف احنا هنعمل بقيه الشنطه ازاي. كده انا عملت 2 غرزه حشو في كل خرم لغايه لما خلصت. تمام. هقص الخيط بقى ارفع الغرزه دي كده. هندخل في الفرونت لوب بتاع اول غرزه، الفرونت لوب او الضلع الامامي. تمام. وناخد الخيط ده كده، نسحب الخيط كده اهو كده اهي. نشد الخيط بقى اهو كده، نسحب الخيط. تمام. وهندخل الطرف ده ما بين الغرزات اهو كده، او ممكن ندخلها من الناحيه التانيه عشان بس ايه الشغل يبان نضيف. تمام اهو كده. اهم حاجه الفينش بس اهي كده من ورا بقى. وثبته بالولاعه كده. بدخل الخيط ما بين الغرز اهو من ورا من الظهر. ماشي. بثبته كده بالولاعه. احنا كده خلصنا القاعده اهي، خلصنا القاعده وخلصنا الوش. تمام. بغرز حشو بابره رقم 5 هنبتدي نرتفع بعمق الشنطه اللي هو العمق ده 3 سطور بابره رقم 6. ابره رقم 6 يعني هنبتدي الشغل من بعد ما عملنا الحرف ده والحرف ده. هنشتغل بابره رقم 6 ملم، يعني 6 ملم. تمام. ندخل الابره كده في اي مكان كده، نسحب خيط وهنعمل غرزه تثبيت. هنرتفع بواحد سلسله وهنعمل في كل غرزه نص عمود. معانا طرف الخيط ده تحت الشغل، ناخد لفه على الابره، ندخل في اول غرزه ما بين غرزه الحشو دي وغرزه الحشو دي، ندخل كده معانا طرف الخيط ده تحت الشغل، نسحب خيط نطلع بعدين 3 حلقات على الابره، نسحب خيط نطلع من ال3 حلقات كده اول غرزه نص عمود. ناخد لفه على الابره مع طرف الخيط ده تحت الشغل كده، ندخل في الغرزه اللي وراها كده، نسحب خيط فعندنا 3 حلقات على الابره، نسحب خيط نطلع من 3 حلقات. ده اسمه غرزه نص عمود. الغرزه اللي وراها غرزه نص عمود. طبعا خيط حرف الخيط ده معانا اهو، ده معانا تحت الشغل، نداريه كده، نسحب خيط نطلع عندنا 3 حلقات على الابره، نسحب خيط نطلع من الثلاث حلقات. دي اسمها غرزه نص عمود. تمام. وفي كل غرزه نص عمود. نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، ونرجع نشوف احنا هنقفل السطر ازاي ونرتفع السطر الجديد ازاي. تمام. اهو كده خلصت اول سطر. ونلاحظ برضو ان الشنطه بدات تاخد الكيرف يعني كده اهي، يعني بدات تاخد الكيرف. احنا هنشتغل 3 سطور، ده اول سطر، هنشتغل كمان سطرين اهو. هناخد كمان اخر غرزه هنا، ندخل في اخر غرزه كده ونعمل غرزه نص عمود كده اهي. وبعدين هندخل في تحت الحلقتين هنا اللي هي اول غرزه اهي، نسحب خيط نعمل منزلقه. وهنعلم المنزلقه ديت عشان احنا مش هنمشي نرتفع بسلسله ولا حاجه، لا احنا هنمشي دوران او حلزوني
يبقى ده اخر غرزه في السطر. تمام. ندخل بقى نعمل سطر جديد. هندخل هنا في الغرزه دي نعمل اول غرزه نص عمود. احنا هنمشي دوران لف كده، نشتغل 3 سطور. يعني ده السطر الثاني اللي انا ببتدي فيه، ده كده السطر الثاني. ندخل برضو نعمل غرزه نص عمود في كل غرزه، نعمل غرزه نص عمود في كل غرزه لغايه العلامه، لغايه العلامه دي نخلص كده. انا عملت السطر الثاني اهو، وصلت للعلامه، بعمل غرزه هنا غرزه نص عمود واشيل العلامه احطها في الغرزه الجديده. وابتدي اشتغل بقى السطر الجديد اللي هو السطر الثالث. ده كده سطرين، فاضل سطر واحد بس. نشتغل السطر الثالث، ندخل في اول غرزه. احنا ما عملناش بدايه ونهايه، احنا عملنا بنشتغل حلزون كده. اول غرزه في السطر الثالث وكل غرزه نص عمود لغايه لما نوصل للعلامه اهو كده، لغايه لما نوصل للعلامه وهنشوف احنا هنقفل السطر ازاي. كده خلصت ووصلت لاخر غرزه عند العلامه. ملاحظين ان الشنطه خدت الكيرف، الوش ده خد الكيرف اهو، 3 سطور. نعمل اخر غرزه زي دي كده وانقل العلامه في الغرزه الجديده. كده بقى احنا خلصت السطر كده. فبنسيب مسافه من الخيط اللي احنا هنقفل بيها، يعني مثلا كده ناخد مسافه كده. بسيب مسافه كده عشان المسافه دي اللي هثبت بيها الجزء التاني، والجزء التاني برضه لما يتعمل هسيب برضه مسافه من الخيط اللي هنثبت بيها الشنطه مع بعض، الجزئين مع بعض. بطلع الخيط ده عشان الغرز ما تتقرش اهي. بعمل غرزه تثبيت هنا كده كده. الجزء ده اللي هو الظهر هنشتغله بنفس النمط، الابره رقم 6 بنرتفع ب3 سطور كده اهو، زي ما انا عملت هنا كده نرتفع ب3 سطور، ونرجع نشوف احنا هنشبك الشنطه ازاي او هنجمعهم ازاي. نجمعهم كده تمام. يبقى نشتغل احنا هنشتغل هنا في الجزء ده ظهر 3 سطور زي ما اشتغلنا بنفس النمط في الوش. كده انا خلصت الجزء الثاني اهو 3 سطور تمام. وبسيب مسافه من الخيط كده عشان هقفل بيها. هقص الخيط كده اهو، وهنا برضه عملنا غرزه تثبيت. غرزه تثبيت كده عشان الخيط ما يفكش تمام اهو. بس بشد كده عشان كده نثبتهم كده كده. نحط الجزئين على بعض اهو، وبإبرة التنظيف برضه من الخيط اللي انا كنت سايباه اهو كده، ونثبت الجزئين مع بعض وغرز خيط عاديه خالص. كل غرزتين قبل بعض هندخل في كل 2 قدام بعض كده. انا حطيت العلامه على العلامه اهو، وهنعمل غرز خياطه عادي خالص، او هنثبت بقى الجزئين مع بعض. نعمل غرز تثبيت الوشين مع بعض كده، كل غرزه قدام الغرزه المقابله ليها عندي، ودي قدامها كده. بشد الخيط عشان الجزئين يتثبتوا كويس. دي مع دي هنعمل 20 غرزه، احنا هنعدهم هنعمل 20 غرزه. فاحنا عملنا ايه كده 1 2 3 4 5 غرز خياطه عاديه خالص زي ما بنخيط اي حاجه عاديه خالص بإبرة التنظيف. لضمت الخيط فيها وبدات اخيط، وهنخيط 20 جزء 20 غرزه من الجهه دي، وهنخيط 20 جزء او 20 غرزه من الجهه الثانيه. وبرده انا سايبه مسافه اللي هي دي
للجهه التانيه عشان اثبت بيها الشنطه. 7 وهنكمل لغايه لما يوصلوا 20 غرزه تثبيت من هنا. ثبت بيها الجزئين مع بعض ونرجع نشوف احنا هنعمل ايه. كده انا عملت 20 غرزه من اول العلامه من اول العلامه حطيت العلامتين على بعض وعملت 20 غرزه تثبيت الجزئين مع بعض. كده انا خلصت 20 غرزه. هعمل ايه بقى؟ هثبت الخيط عشان ما يفكش كده. هعمل له عقده كده عشان الخيط ما يفكش. هشد كده خالص وادخل الخيط ده ما بين الشغل، يعني ادخله ما بين الغرز كده. اعمل برضو عقده تثبيت عشان الخيط ما يفكش اهو كده. من واحده ونقطع الخيط ثبت الخيط دوت بالولاعه برضو. كده عملنا 20 غرزه تثبيت من هنا. ناخد برضو طرف الخيط ده كده نضمه في ابره التنظيف، نضمه كده في ابره التنظيف وهنعمل 20 غرزه من الجهه التانيه. هنشيل العلامات ونعمل 20 غرزه. كده عملت 20 غرزه اهو تثبيت، ودي اخر غرزه اهي. هنثبت الخيط بقى عشان ما يفكش. هنا كمان غرزه تثبيت كده، وبعدين نعمل كده نعمل كده. تمام. هندخل الخيط ده بقى ما بين الشغل، ندخله كده ما بين الشغل عشان يثبت. هقص الخيط بزياده كده. انا ثبت الخيط بعد ما قصيته، ثبته بالولاعه كده اهو. مفيش بقى اي بواقي خيوط من جوه، نظيفه جدا. ده العمق بتاع الشنطه، يعني ده اللي انا عملته ده 3 سطور من الجهه دي و3 سطور من الجهه دي، ده العمق بتاع الشنطه. تمام كده. ودي الفتحه بتاعت السوسته اهي، ده من جوه الشكل من جوه. هنركب الحزام بقى. نركب الحزام هنا كده اهو. الناحيه التانيه برضو نركب كده. اهي الشنطه ده من الظهر، جميله جدا، شكلها شيك قوي قوي قوي، واسعه جدا من جوه. معانا سوسته الشنطه 20 سم اهي. السوسته هنثبتها هنا في المكان ده اهو. هنثبت كده الجزء ده من هنا بخياطه سحريه من تحت الغرز، يعني معانا بكره خيط عاديه خالص وابره. هنربط الخيط كده خياطه سحريه، يعني خياطه مش باينه خالص، يعني كده من اول هنا كده. وبعدين هندخل كده ونعمل خياطه عشان نثبت السوسته بالراحه كده، واحده واحده. كده انا ثبت السوسته الطرف ده من هنا كده لغايه الاخر. تمام. هنعيد عليه برده تاني عشان يتثبت. هنشتغل من هنا برده، هنثبت من هنا من اول هنا كده. السوسته ثبتها هنا اهي.
اهي الشنطه من جوه كبيره وتاخد حاجات كتير. خدي السوسته. تمام كده الشنطه بتاعتنا خلصت. الفلاور ممكن برضو نطول الحزام لو عاوزين نطول الحزام. شنطه كروس، ننزل التوكه كده شويه، نشد الحزام كده، الحزام بيطول. يبقى كده الفيديو بتاعنا خلص. الشنطه بتاعتنا خلصت، شنطه كروس، شنطه الفلاور بطقم جلد طبقتين، وشفنا احنا ازاي بنعمل الشغل ده. تمام ده العمق بتاع الشنطه، ده كده العمق بتاع الشنطه، وشفنا ازاي احنا بنركب الحزام وبنعمل السوسه. كده الفيديو بتاعنا خلص اهو، الشنطه كروس. ارجو لو عجبكم الفيديو تدعموني وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا زر الجرس، وتعملوا لايك وشير. دمتم بخير، والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.